تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو صحيت كل يوم تلاقيه هو نفس الناس نفس الأحداث نفس الغلطات ويومك بيعيد نفسه إلى ما لا نهاية؟ هل هتضحك ولا هتتجنن ولا يمكن تقع في الحب؟ النهاردة هنتكلم عن فيلم غريب مجنون وعميق جدا اسمه فيلم بيلم سبرينجز اللي أخد فكرة الزمن وقلبها رومانسية وفلسفة وهروب من الواقع. في وسط صحراء كاليفورنيا وتحديدا في مكان اسمه بيلم سبرينجز بيبدأ الفيلم بحاجة شكلها طبيعي جدا، فرح ناس بتضحك، شمس ساطعة، ومشهد لطيف لناس بتتصور وبتتجوز. لكن اللي حصل بعد كده ملوش أي علاقة بالرومانسية العادية، ده احنا داخلين على واحد من أغرب وألذ الرحلات اللي ممكن تعيشها في فيلم. رحلة ما فيهاش خط مستقيم وما فيهاش وقت بيعدي لأن الوقت نفسه واقف. في أول لقطة بنشوف نيلز اللي بيلعب دوره أندي سامبرج قاعد في فرح وكأنه مش مهتم بأي حاجة، لابس شورت وقميص كده وسط الناس اللي لابسة شيك جدا. من أول دقيقة بتحس إن الراجل ده مش طبيعي، هو مش مجنون بس في حاجة غريبة، نظراته باردة، تحركاته فيها ثقة غريبة وكأنه عارف كل حاجة هتحصل قبل ما تحصل. وبعدين بنشوفه بيتقرب من سارة اللي هي أخت العروسة، هي كمان شكلها زهقانة من الفرح ومن كل حاجة حواليها، بس لما نيلز بيجي ويتكلم معاها فجأة الحوار بيبقى عميق ومضحك. الراجل ده كأنه حافظ السيناريو، كأنه عاش اللحظة دي قبل كده مليون مرة، ومن هنا بنبدأ نفهم إن في حاجة مش طبيعية خالص بتحصل. الراجل ده مش بيعيش يوم الفرح ده لأول مرة، لأ هو محبوس جواه، كل يوم بيصحى في نفس اليوم، كل حاجة بتتكرر، نفس الحوار، نفس الأحداث، نفس الغلطات. ونيلز بقى بيتعامل مع ده بطريقته، بضحك وبتهريج، بيعيش كل يوم كأنه لعبة مفتوحة ما فيهاش قوانين. لكن لما سارة اللي بتلعب دورها كريستين ميلوتي بتتشد وراه بالصدفة وتدخل هي كمان في الحلقة الزمنية الغريبة دي، كل حاجة بتتشقلب. هو كان وحيد في السيكل لكن دلوقتي بقى في حد تاني فاهم معاه، وبدأ السؤال الحقيقي يظهر، لو كنت محبوس في يوم واحد بيتكرر للأبد هتعيش ازاي؟ هتحب مين؟ وهتخرج ازاي؟ الموضوع بالنسبة لسارة في الأول كان صدمة، تنام تقوم تاني تلاقي نفسها في نفس اليوم، نفس الفرح، نفس اللبس، نفس الكلام. وأسوأ حاجة إنها مش لوحدها، نيلز الراجل اللي شدها للعالم ده بيضحك وبيهزر وبيتعامل كأن ده عادي جدا، وده بيخليها تتجنن أكتر. بس بعد شوية تبدأ تستوعب اللي بيحصل وتبدأ تلعب اللعبة، يعني طالما مفيش بكرة وطالما أي حاجة هتعملها هتتلغي بمجرد ما اليوم يعيد نفسه، فيحصل تعاون غير طبيعي ما بينهم، يخططوا مع بعض يعملوا حاجات مجنونة، يسرقوا عربيات، يلبسوا تنكرات، ويقتحموا أماكن، يضحكوا على الناس ويعيشوا يومهم من غير أي خوف من النتائج. والفيلم في الحتة دي بيكون ممتع جدا، بس تحت كل الهزار والمواقف المجنونة دي في حزن، لأن الحقيقة هي إنهم الاتنين تايهين. نيلز فقد الإحساس بالزمن من كتر ما عاش نفس اليوم، بقى مش فارق معاه يطلع بكرة ولا لأ. وسارة مش بس محبوسة في نفس اليوم، دي محبوسة في ذنب، وده اللي بيخليها مش قادرة تستمتع زي نيلز. وهنا الفيلم بيبدأ يدخل منطقة تانية خالص، مش بس موضوع الحلقة الزمنية، لأ بنبدأ نشوف إن كل واحد فيهم عنده حاجة هربان منها، وكل ما اليوم يعيد نفسه بتطلع على السطح أكتر. الجميل في الفيلم إنه بيقدم الفكرة دي بشكل بسيط من غير وعظ أو فلسفة زيادة. يعني مثلا في يوم من الأيام اللي سارة قررت تسيب نيلز وتختفي، وبدأ إن نحس إن نيلز لأول مرة يحس الوحدة الحقيقية. هو كان فاكر ان الروتين ده مريح وان خلاص تتأقلم، بس لما سارة اختفت عرف قد ايه وجودها كان بيخلي الجحيم ده محتمل. في اللحظة دي بنبدأ نشوف ان الفيلم بيتحول من مجرد كوميديا عن الزمن لحاجة اعمق، فيلم عن العلاقات، عن الادمان، عن الخوف من المستقبل، وعن معنى انك تحب حد وانت مش متأكد من بكرة. بعد ما سارة اختفت من يوم نيلز ما كناش نعرف راحت فين، بس بنكتشف انها كانت قاعدة في أوضة اوتيل، كل يوم بتصحى من الأول، بس بدل ما تهرب أو تضحك أو تتجنن بدأت تذاكر. حرفيا بدأت تذاكر فيزياء، كمية نظريات زمن، محاضرات على النت، مقالات علمية، كل ده علشان تلاقي طريقة تخرج من الحلقة الزمنية. واللحظة دي مهمة جدا لأنها أول مرة حد في الفيلم ياخد الموضوع على محمل الجد، بدل ما يستسلم للدوامة قررت تواجهها علميا. وفي الناحية التانية نيلز كان بيرجع لوحده كل يوم، بيتنطط، بيعمل نفس الحاجات اللي حافظها، بس بدأ يحس ان في حاجة ناقصة. اولا مش حاجة، حد. هو كان شايف ان خروجه من الحلقة ملوش لازمة لانه بقى خلاص عايش فيها ومريح دماغه. بس لما سارة غابت افتكر يعني ايه يبقى في شخص بتحبه، ويعني ايه تفقده حتى لو كل حاجة حوالينك بتتكرر. ولما سارة رجعت له فجأة بعد فترة كانت متغيرة تماما، بقت شايلة معاها خطط، أرقام، ومعادلات، وبتقول إنها عرفت هتخرج إزاي بس مش هتخرج لوحدها.
وهنا بنوصل لأكتر لحظة عاطفية في الفيلم. سارة مستعدة تغامر بحياتها علشان تخرج، بس نيلز متردد مش لأنه جبان بس لأنه لأول مرة بيلاقي راحة في حاجة ومرعوب يخسرها. وده السؤال اللي بيواجه كل واحد فينا في الحياة، هل هتفضل في مكان مألوف وآمن حتى لو فيه ألم، ولا تغامر وتواجه المجهول عشان تعيش بجد؟ سارة أخدت قرارها، واللحظة اللي قالت له فيها إنها هتجرب تنفجر بنفسها علشان تكسر الحلقة كانت مؤلمة جدا. هي عايزة تطلع من اليوم ده حتى لو الموت هو الطريقة الوحيدة. نيلز بقى قدامه اختيار صعب، يا إما يفضل في جنة الجحيم اللي حافظها، يا إما يلحقها ويغامر بكل حاجة لمجرد إنه يكون معاها في بكرة حتى لو البكرة ده مش مضمون. في اللحظة اللي قررت فيها سارة تنفذ خطتها وتخرج من الحلقة الزمنية، كانت خلاص وصلت لمرحلة الهدوء بتاع أنا عملت اللي عليا والباقي على القدر. دخلت الكهف، حطت القنبلة اللي حسبتها بدقة علشان تكسر الحلقة، وبنظرة مليانة ثقة استعدت تنفجر. بس اللي حصل وقتها واللي قلب كل حاجة هو إن نيلز ظهر فجأة. هو قرر يسيب الراحة ويكسر الخوف ويغامر عشان يفضل معاها. قرر إنه يختار المستقبل حتى لو مش عارف هو فين. وقف قدامها في آخر لحظة وقال لها أنا مش عايز أعيش مليون يوم زي ده، أنا عايز يوم واحد جديد معاكي. واللحظة دي كانت قمة المشاعر في الفيلم، مش لأنهم أخيرا قرروا يخرجوا، لكن علشان دي اللحظة اللي الحب فيها كان هو القرار مش المصير. قرروا يسيبوا الراحة المتكررة ويواجهوا الخوف المجهول مع بعض، وفعلا يدخلوا الكهف، تحصل التفجير، وننقل بعديها لأول مرة المشهد جديد. الصحراء نفس المكان، بس بكرة الشمس موجودة بس شكلها مختلف، والأهم إنهم الاتنين موجودين مع بعض بيتكلموا عن المستقبل، عن إحنا هنعمل إيه بعد كده لأول مرة. واللي الفيلم عامله هنا كان عبقري. ما كانش بيقولك كل شيء رجع طبيعي ولا الزمن اتصلح، هو قالك ببساطة البني آدم لما يقرر يواجه الحياة حتى لو مش عارف هتوديه على فين، هو كده خرج من الحلقة. الحب والمواجهة والاختيار هما اللي حرروهم، مش القنبلة ولا الفيزياء. ودي كانت رحلة بيلم سبرينجز، فيلم باين عليه بسيط من بره بس من جواه مليان لبس ووجودي وفلسفة عن الزمن والاختيارات والهروب والقبول والحب. وفي الآخر فيلم بيلم سبرينجز مش مجرد قصة حب وسط الزمن ولا مغامرة خيالية عن يوم بيعيد نفسه، هو مراية كبيرة بنبص فيها وبنسأل نفسنا احنا فعلا عايشين ولا بس بنكرر أيامنا؟ هل بنختار نواجه مخاوفنا ولا بنستخبى في الروتين؟ كل واحد فينا عنده حلقة زمنية خاصة بيه، ممكن تكون وظيفة بيكرهها أو علاقة واقف فيها أو خوف من خطوة جديدة. بس لما تلاقي حد يستحق المغامرة، حد يقولك تعالى نواجه الحياة سوا حتى لو مخيفة، ساعتها بس تستحق تخرج من الحلقة الزمنية. فيلم بليم سبرينجز علمنا ان الحب مش بيكسر الزمن، ده كمان بيبني زمن جديد. ولو عجبك التحليل ده متنساش تسيب لايك وتشترك في القناة، واكتب لي تحت في الكومنتات لو كنت مكان نيلز او سارة كنت هتغامر ولا كنت هتفضل في اليوم اللي متكرر فيه. وسلام.